السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين ما شاء الله؟ شايفين شكل الفطير بتاعنا؟ فطير شرقي حلو جدا جدا، او بيتزا شرقي زي ما بنقول زي ما بيقولوا عليه كده يعني. شايفين ما شاء الله؟ طري جدا وممرق وحلو جدا جدا بطريقه سهله وبسيطه ومكوناته بسيطه جدا جدا. شايفين طراوته حلوه جدا ما شاء الله، مع انها يعني كل كميه عملنا منها ما شاء الله نص كيلو. عملت معانا حوالي 4 أو 5، مش فاكرة بالظبط، تقريبا عملوا معانا 4 بالحجم دون. حلوة جدا ما شاء الله. شايفين تسويتها حلوة وما شاء الله، على قد ما هي بتبقى رقيقة كده بس ما شاء الله مورقة معانا. وعملناها بطريقة سهلة بسيطة جدا، ما خدتش معانا أي حاجة والله. بصوا شايفين؟ أوريكم التوريقة بتاعتها دلوقتي. حلوة جدا جدا، جربوها هتعجبكم، هتعجبكم جدا. حيرة الاكل كل شوية الواحد محتار يعمل الاكل ايه ونسوي ايه يعني. طلعت في دماغي كده مرة واحدة اقوم اعملها، والله زي ما قلت لكم ما خدتش معايا حاجة خالص. شايفين ما شاء الله؟ اوريكم شايفين التوريقة بتاعتها؟ شايفين ما شاء الله؟ يعني حلوة جدا جدا وهشة كده وطرية وجميلة وخفيفة في الأكل جدا. شايفين؟ مع إن المفروض إحنا عارفين طبعا البيتزا الشرقية دي بتبقى طبقاتها بسيطة جدا ورقيقة جدا. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض إزاي، بس قبل ما نخش على الوصفة ما تنسونوش في اللايك والشير وتابعوا سبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس. تعالوا نسمي نقول بسم الله. احنا معانا هنا بولة او طبق او اي حاجة، نزلنا فيها كده بحوالي معلقتين سكر ورشة ملح، يعني حوالي ربع معلقة ملح صغيرة زي ما انتم شايفين كده بالظبط. نزلنا عليها بكوبايه ميه، يا ريت كوبايه ميه دافيه بتسرع معانا يعني. زي ما انتم شايفين طبعا ده فطير ما فيش فيه اي طبعا مواد رافعه ولا بيكنج باودر ولا خميره ولا اي حاجه. بس زي ما انتم شايفين هقلب كده الميه، يعني هقلب الملح والسكر كده في قلب الميه لحد ما اتاكد ان هم دابوا تماما. تمام. بعد كده هنزل بقى بنص كيلو دقيق، هعجنه هشوف ياخد معانا ميه قد ايه. زي ما انتم عارفين انواع الدقيق كلها مختلفه، مش كل انواع الدقيق زي بعضها. في دقيق بيشرب بالسوائل وفي دقيق ما بيشربش اي سوائل معانا. فالمهم يعني ده النص كيلو ده اخد معانا كوبايه ونص من الميه. هنعجنها كويس جدا، اهم حاجه تتعجن كويس كويس جدا علشان خاطر نضطر نعمل لها عرق كده معانا. تمام. اعجنوها كويس جدا جدا واخدموها. او عايزه اقول لكم المعجنات بالذات او الفطير ده بالذات يعني، اعجنوا العجينه كويس جدا وادوها حقها. هتديكوا ما شاء الله احسن نتيجه واحلى نتيجه. هتديكوا كده ما شاء الله عجينه ملمسها ناعم كده وملساء كده وجميله جدا، وفي الشغل تحس انها بتتفرد لوحدها كده. انا عايزه اقول لكم والله وانا بفردها كنت حاسه ان العجينه بتتفرد تحت ايدي كده لوحدها ما شاء الله يعني. جربوها واخدموا العجينه تمام كده وجربوها، ومش هتاخد معاكم اي حاجه وهتعجبكم سهله وبسيطه ومش مكلفه ابدا. اي حشوه عندكم حشواتها بس تبقى بسيطه جدا جدا، اي حشوه. جبنه سوسيس سجق. انا كان عندي النهارده في الفريزر، انا طلعت كده بقى الفريزر النهارده كان عندي شويه سوسيس في الفريزر. زي ما انتم شايفين طلعته وهوريكم دلوقتي هنحشيه بطريقه سهله وبسيطه ازاي وما بياخدش اي حشو ولا مكلف ولا اي حاجه. انا هقطع كده العجينه زي ما انتم قدامكم كده بالظبط. هقطع العجينه دلوقتي، عايزين تقطعوها على حجم اللي انتم عايزينه، تقطعوها على 4، تقطعوها على 5، تقطعوها على 6، زي ما انتم عايزين الحجم اللي انتم عايزينه قطعوه. تمام. انا بقطعه زي ما انتم شايفين. والعجينه ما شاء الله العجينه ما بتبقاش قاسيه يا جماعه ولا بتبقى طريه ولا بتبقى بتلزق، يعني العجينه طريه في ايديكم كده لكن ولا قاسيه ولا طريه ملزقه. تمام كده. العجينه بعد ما خدناها ما شاء الله حلوه كده وبقى لها عرق وجميله. المهم كده صينيه مدهونه زيت، وبعد ما ادهنها زيت هرص فيها الكور العجين اللي انا قطعتها او اللي انا شكلتها زي ما انتم شايفين كده. هحطهم وهغطيهم كلهم بقى كلهم بالزيت كده. احاول ان انا اغلف كل كور العجين دي اغلفها بالزيت. هم عملوا معانا 5 مش 4 زي ما قلت لكم، عملوا معانا 5 زي ما انتم شايفين كده. بغلفهم كلهم بالزيت علشان خاطر ما تعملش طبقه قشر كده ولا تقشر مننا كده ولا اي حاجه. وهنغطيها، انا غطيها بكيس تلاجة كده او كيس نايلو اي حاجه غطيها بقى او استريتش راب. تمام كده. سبتها لما ارتاحت. شايفين ما شاء الله العجينه بقى بتمشي تحت ايدي ما شاء الله كده زي ما بيقولوا حلاوه كده جميله جدا جدا. العجينه بتمشي معايا كويسه حلوه جدا ما شاء الله. شايفين؟ ما بتاخدش معايا وقت، ما خدتش معايا اي مجهود عشان العجينه مخدومه كويس ومرتاحه كويس. فاشتغل في الشغل ما خدتش معانا اي حاجه. فردتها. انا دهنت الرخامه او المفرش بتاعنا دهنته كده بحاجه بسيطه كده من الزيت وفردت عليها العجينه. زي ما انتم شايفين انا بدهن العجينه كلها كده
انا عندي كان طبق حطيت فيه شويه سمنه على زيت، وهفرد دلوقتي بفرد، وكل ما افرد بغلف طبعا بالسمنه على الزيت دون اللي هو الخليط، وهطبقها زي ما انتم شايفين كده بالظبط قدامكم. طبعا الفيديو شارح نفسه لوحده. والحشوه اللي عندك، اي حاجه من الحشوه اللي عندك هتحطيها زي ما انت زي ما انت شايفاها قدامك كده بالظبط هحطها. وبعد ما احط الحشوه انا يعني عايزه اقول لكم انها بتاخد اقل كميه حشوات. شايفين حاجات بسيطه جدا جدا. حبيتين طماطم خرطتهم مكعبات كده، وقرنين فلفل، وحبه من السوسيس كده، وحتتين جبنه. كانوا عندي شويه جبنه في الفريزر، جبنه موتزاريلا. زي ما انتم شايفين حطيتها كده، ورحت جايه قفلت عليها زي الظرف كده، ورحت قافله عليها الناحيه التانيه كمان، واضغط عليها كده عشان اتاكد ان هي اتقفلت كمان، ما تطلعش مني اي حشوه. وابتدي ان انا افردها كده بايديا شويه، بس ما تضغطوش جامد علشان خاطر الحشوه ما تقطعش العجينه. بوريها لكم تاني زي ما انتم شايفين اهوت. شايفين انا اللي عايزه اقول لكم ان انا السوس اللي كان معايا كمان، يعني انا بقطعه بايدي كده. يعني انتم شايفين ان هو كتير، هو مش كتير ابدا والله، ده يعني حاجه بسيطه جدا جدا. زي ما انتم شايفين ما شاء الله، ما بتاخدش حاجه خالص في ايدينا، ما خدوش معانا. يعني عايزه اقول لكم الخمس بالذات دولت، او الخمس فطاير والله ما اخدوا معانا اي حاجه. كنا مشغلين الفرن، دخلناهم في فرن على 180 درجه. شايفين ما شاء الله ما اخدوش حاجه في الفرن بالظبط، هم 5 دقايق في الفرن وطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه دون. حلو جدا وطري وهش زي ما انتوا شايفين، وطري ومورق جدا جدا. قطعيها. انا عندي المخرطه بتاعت الملوخيه دي قطعت بيها حلوه جدا، بتقطع بيها كويس. او عندك السكينه انت بتاعت البيتزا قطعي بيها، قطعي بسكينه زي ما انت عايزه. قطعتها مربعات كده، وهوريها لكم دلوقتي زي ما بنشتريها كده من عند الفطاطر اللي بيقطع لنا مربعات كده. هوريكم دلوقتي التوريقات زي ما وريتكم كده، جميله جدا جدا. وعايزه اقول لكم والله طعمها حلو جدا، طعمها ما شاء الله ما شاء الله حلوه جدا والله. وزي ما قلت لكم ما خدش معانا اي حاجه، جربوها مش هتاخد معاكم حاجه ولا وقت ولا مكلفه ولا اي حاجه. لو مش عايزين تعملوها وعندكم بالسوسيس او بالسجق وعندكم اي حشوه اعملوا بيها اي حشوه. لو عايزين تعملوها بالجبن بس برده وخضار كده ما فيش مشكله. شايفين مورقه ازاي، مع ان هي تطبيقتها بتبقى رقيقه جدا جدا، ما بتاخدش توريقات زي الفطير المشلتت يعني. لا بتاخد توريقات بسيطه، لان هي حته العجينه بتبقى حته مش بتبقاش كبيره زي الفطير المشلتت. شايفين ما شاء الله الشكل طبعا تحفه جدا، طعمه حلو جدا، شكل وطعم ما شاء الله اللهم بارك. ايه رايكم في وصفتنا النهارده وعجبتكم الوصفه بتاعتنا النهارده؟ يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.